السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض طواجن مكرونة بالسجق وباللحمة المفرومة. دلوقتي أنا بدأت أسوي السجق في شوية مية صغيرين، وكده بسلق المكرونة قلم صغيرة. وبعد كده كنت مقطعة بصل وفلفل ألوان. السجق اهو بعد ما استوى خلاص وقطعته، نزلت في نفس الطاسة بتاعة السجق بالبصل، هشوحه تشويحة كده مع شوية ملح. وبعدين لما يتشوح كده ويطرى بروح نازلة عليه بالفلفل الألوان، وبعد كده أقسمهم اتنين، نص أخليه للسجق ونص أخليه للحمة المفرومة. كده نزلت بالفلفل الألوان بعد ما البصل دبل شوية، هقلبه تقليبة كده حلوة. بعدين أقسمه اتنين كده، أنا قسمته وتبلته بملح وبصل وتوم باودر. كده هنزل عليه بالسجق مع البصل والفلفل، والنص التاني هنزل مع اللحمة المفرومة دي المكرونة بعد ما خلصت. والصلصة انا كنت عاملاها عندي على القناة برضو من غير بصل ولا توم، بس بحط لها رشة جنزبيل وفلفل اسود بس، وقرن فلفل اخضر، وملحتها طبعا. كده اتسبكت، هنزل بقى عليها على النار كده وهي فوق على العين بالمكرونة، واسخنها تسخينة كده مع بعضها قبل ما ادخلها الفرن. لما بتكون المكرونة مستوية بتبقى طعمها حلو قوي، لكن لما بتكون لسه نية بتبقى الصراحة مش احسن حاجة. يعني انا جربت الاتنين، لقيت المستوية احلى بكتير. كده هحطها بقى في الطواجن وارصها فوق بعضها. بس اقولكوا على حاجة برضو، لما بتكون متقلبة في اللحمة المفرومة متقلبة في المكرونة بتبقى احلى، لان هي صراحة عجبتنا فعملتها تاني بعدها على طول. بعد التصوير عملت مرة كمان، قلبت بقى المكرونة في السجق وقلبتها في اللحمة المفرومة، كانت طعمها احلى من ما بتكون طبقات. كده بقى هنزل بالمكرونة بعد كده من فوق الوش خالص الموتزاريلا، وبعد كده بقى ادخلها الفرن ان شاء الله تطلع جميلة. يعني احنا كلناها كانت طلعت حلوة قوي قوي. كنت عملتها قبل كده بالمكرونة نية بس ما كانتش حلوة. ما تنسونيش في اللايك يا جماعة، الله يبارك لكم. كده ادخلها الفرن. هتاخد وش بس، بعد كده هطلعها تبقى شكلها جميل ان شاء الله. اهي بعد ما طلعت من الفرن بألف هنا.